الكباتن الكرام احمد حجازي وطارق حامد، احد النجوم العرب اللي مثلوا اليوم الاتحاد ويحققون مع بطولة الدوري. كابتن احمد يعطيك العافية، شرفنا وشكرا على كل الجهد العظيم اللي انت تقدمه مع الاتحاد. احنا في وسطنا الرياضي فخورين بلاعب بقيمتك، ولا يهون اكيد الكابتن طارق بوجودكم معنا، وكمان نبارك لكم بطولة الدوري. طبعا الحمد لله طبعا، وشكرا على المقدمة، والف الف الف مبروك لكل جماهيرنا، ويعني انجاز كبير، تعب سنة كاملة. اعتقد ان احنا كنا نستحقه السنة دي، ويعني الحمد لله يعني ربنا اكرمنا بالاحتفال وبالمكسب، ويعني حاجة مهمة جدا لينا طبعا. كابتن طارق، اليوم انت تمثل فريق الاتحاد، احتاجك الاتحاد في فترات كثيرة في بطولة الدوري. لما بحثوا عن طارق حامد حصلوه، بلا شك انك انت نقطة تحول اليوم في منتصف فريق الاتحاد. بعد كل هذا التعب، بعد كل هذا الجهد، انت اليوم تفرح مع هذا الجمهور العظيم جدا، جمهور الاتحاد. ايش يعني لك هذا الاحتفال اليوم؟ والله في البداية احب ابارك لجمهور الاتحاد، الادارة، الصف الفني، اللعيبة، يستاهلوا التتويج ده. لكن انا دايما بقول ان بيئة الاتحاد لا ينقصها سوى البطولات بس. الحمد لله المجموعة كلها قدرت ان هي تحقق الهدف اللي هم عايزينه. مش معقول انت بتلعب لكن اقول نقطة مهمة، ان مع احترامي يعني الدوري السعودي دوري كبير، اقوى دوري عربي موجود في المنطقة، لكن اشوف ان الدوري السعودي بلا جمهور الاتحاد ينقصه كتير. اللي بيكمل قوة الدوري السعودي هي وجود وحضور جمهور الاتحاد، سواء بتلعب على ملعبك سواء بتلعب بره ملعبك. فكل الشكر طبعا لجمهورنا الاتحاد. بلا شك انه جمهور الاتحاد واحد من اهم الجماهير في ملاعبنا السعودية، احنا دائما نفتخر فيهم ونعتز فيهم، ايضا اضافة لبقية الجماهير اللي تحضر دائما في ملاعبنا. يعني هم بالاخير ايش حنا بدونهم كل الجماهير الرياضيه. بس انا ابغى اروح معك، بس يسمح لي احمد، طلع لك فيديو مع حمد الله قبل تحقيقكم لبطوله الدوري، وكنتوا تراهنون على تحقيق الكاس. من ايش، من اي منطلق انتم اعتمدتوا؟ طبعا حديثكم كان في الحرم، على ماذا اعتمدتوا؟ الرهان كان على الجمهور، على ثقتكم بانفسكم، على القيمه الفنيه للاتحاد، على ماذا؟ انا اتكلم بالنسبه لي انا كطارق، الدوري ده بيبقى في حاجات توصل لك انك تكسب الدوري ده او لا. فانا بقول لك اللي وصلني ان احنا امتى نكسب الدوري ده. ماتش الطائي في الدور الاول 1-0 كورنادو في اخر ثانيه. انا من بعد الماتش ده وانا متاكد مليون في المية ان الدوري ده بتاعنا، لان ده بالنسبه لي انا ده ممكن ال 14 بطوله بالنسبه لي، ورابع دوري وثالث دوري على التوالي، فنشم ريحه الدوري زي ما بيقولوا يعني. فبالنسبه لي لكن انا ما عنديش شك ان احنا مش هنقدر نحقق حاجه السنه دي. مجموعه كويسه، الجمهور معاك، الصف الفني على مستوى عالي، الاداره دايما معاك وبتساندك. فما اشوف ان ما فيش سبب يخليك ما تنجحش في المكان ده. كل العوامل اللي موجوده حواليك بتساعدك انك تنجح. بس فالحمد لله حققنا المطلوب السنه دي، وتستحقوا بطوله الدوري ما في شك. احمد حجازي، انت مريت مع الاتحاد في فترات ما كانت في افضل حالاته. الموسم الماضي كنتوا على يعني بعد تقريبا 3-4 جولات تحققوا بطوله الدوري، ومن ثم انتهى حلم الدوري. هذا الموسم انتم عدتوا من جديد وحققتوا بطوله الدوري. لا، خليه العلم، خليه نعتز بالعلم المصري لمصر العظيمه. اللي نبغى نحكي عنه اليوم مراحل الانكسار اللي مر فيها الاتحاد واحمد حجازي، وانت اكيد واجهت كثير من الاحاديث بانه احمد حجازي مش في افضل ايامه، مش في افضل ايامه، وبعد كذا احمد حجازي بيرد في الملعب، واليوم هو يحقق مع الاتحاد بطولة الدوري. ايش يعني لك كل هذا التعب الطويل؟ بعد مباراة الفيحاء الواحد شاف كده ال3 سنين اللي فاتوا والحكم بيصفر. يعني طبعا كانت معاناة كبيرة جدا للنادي وللجمهور، وخيبة امل كبيرة جدا بعد الموسم اللي فات. خصوصا يمكن الموسم اللي قبل اللي فات احنا كنا عاملين موسم كويس جدا وفنشنا في المركز الثالث. كنا في مرحلة بناء فريق يكسب بطولات، في مرحلة بناء شخصية جديدة، شخصية فيها انتصار على طول. السنة اللي فاتت هي اللي كانت شوية مخيبة للامال في اخر فترة، لكن الحمد لله احنا من بداية المعسكر بتاع فترة الاعداد السنة دي
وباين على اللعيبه ان هم عايزين يعوضوا الجمهور ويعوضوا نفسهم ويعوضوا النادي على الموسم اللي فات. فيمكن انا شايف ان كانت نقطه تحول كبيره جدا. خساره العام اللي فات انا بالنسبه لي كانت نقطه التحول، وكانت رد فعل ان احنا نكمل الموسم ده، وان احنا نكمل ناخد كل البطولات المتاحه. لكن احنا الحمد لله من يعني حقيقي من السنه اللي فاتت واحنا حاسين ان احنا نستحق. فانا شايفها تعب 3 سنين كبير جدا. الجمهور وقف معانا في كل المواقف، يعني في كل المواقف الكويسه والوحشه. الجمهور وقف معانا في مكسب وخساره. يمكن كان فرق كبير جدا لما احنا كنا بيحصل في اي تعثر او في اي خساره او اي تعادل، الجمهور كان بيبقى دايما معاك. اللعيبه بيبقى عندها ردة فعل ان احنا عايزين نطلع من المباراه اللي فاتت، فبتاخد معانا 5 أو 6 أو 7 أو 8 مباريات مكسب. فالحمد لله احنا عندنا شخصيه كبيره. الجماهير طبعا يعني انت زي ما انت شايف احنا بقالنا ساعتين بعد المباراه والناس كلها قاعده بتحتفل معانا. يمكن ده كان نفسنا يحصل السنه اللي فاتت ويحصل السنه دي ويحصل السنه الجايه ويحصل اللي بعدها باذن الله، لان الجمهور ده يستاهل. والحمد لله يعني احنا حاسين ان النادي مترابط. يعني احنا حاسين ان النادي مترابط، الجمهور مع الاداره مع الجهاز الفني مع اللعيبه. الحمد لله عاملين بيئه كويسه جدا، كل اللعيبه على قد المسؤوليه، الجمهور على قد المسؤوليه. لا يعني الحمد لله اعتقد ان احنا عملنا يعني اعتقد موسم كويس جدا. كان يعني الموسمين اللي فاتوا كان النهارده ربنا بيكافئنا على التعب بتاع الموسمين اللي فاتوا. ايش يعني لك اليوم انه طارق حامد يلعب امامك في الفريق وانتوا لعبتوا مع بعض في منتخب مصر العظيم؟ لعب قدام كتير، يعني لعبنا قدام بعض كتير. لا يعني هننزل الملعب اكيد مش هعرفه، لكن بعد الملعب اخويا وحبيبي، وقبل المباراه طبعا اخويا وحبيبي. اتكلم عليها كويس، حاجه كويسه. انا من اليوم انتظر يقول كلمه كويسه. طارق بص، طارق لعيب كبير جدا ولعيب شخصيه عاليه جدا، وشخصيه عمل اضافه كبيره جدا لينا. قبل ما يكون لعيب تقيل في الملعب ولعيب ليه تقله وعارف واجباته كويس جدا، والتزامه وشخصيته بره الملعب لا فرقت معانا وكملت المجموعه. لان احنا دايما مجموعه بتحب الشغل، احنا مجموعه بتحب الالتزام، احنا مجموعه مترابطه جدا. طارق الحمد لله دخل في وسط المجموعه، يعني اكنه معانا من 10 سنين. دخل في وسط المجموعه، نفس الالتزام، نفس الشغل، نفس الكفاح. بعد كلامه ده احسن لاعب في الدوري السنه دي. مسؤوليه كبيره. ده حقيقه انا بقول الحقيقه والله. خلينا نساله انا وياك سؤال كذا مستخبي. اوكي. هم لما كلموك قالوا طارق حضر الكاس خلاص ما يقدر يقول شيء. مبروكين.